السيد هيكتور كوبر مدرب المنتخب السوري. في البداية كابتن نقول لك يعطيكم العافية، تعادل نقطة ثمينة تعتبر للمنتخب السوري اليوم في افتتاحية كأس آسيا. El punto es importante porque teníamos adelante un equipo que tiene una buena estructura, que lleva ya años trabajando y bien, y es un equipo además que yo conozco. Por eso digo, es importante porque hemos intentado cerrar todos los espacios como para contrarrestar el potencial que tienen ellos. Tal vez me hubiera gustado tener un poquito más de puntería en el área rival para ver si podíamos haber ganado. كنا نتمنى طبعا ان احنا نحصل على الثلاث نقاط، لكن في الاخير هي نقطه طبعا مهمه امام منتخب قوي، امام منتخب بيتم تحضيره من اكثر من سنه، 3 سنين تقريبا مع بعض مع نفس المدير الفني، فبالتالي اعتقد تعتبر نقطه ثمينه في بدايه المشوار، ونتمنى ان شاء الله الحصول على نقاط اكثر ونقدر نتاهل ان شاء الله من المجموعه. تعودنا على المنتخب السوري دائما يلعب فاتح الملعب، يلعب مباراه صاحب هجمات مرتده، يعتمد على مهاجمين مثل عمر سومه، محمود مواس، اليوم حتى عمر خريبين متواجد على دكه الاحتياط. Bueno, el problema de Krivlin sabemos que viene de una lesión, estuvo haciendo trabajo diferenciado y tal vez no le daba para jugar todo el partido. Con respecto a los que no están convocados, bueno, hay gente nueva que yo he creído que se adapta mejor a lo que yo pretendo. بالنسبه طبعا للاعبين الغايبين، هي دي السيستم اللي انا حاولت اختار بيه، او بعض المجموعات اللاعبين اللي هتطبق السيستم بتاعي حاولنا في الفتره الماضيه، فده دايما يبقى فيه تحليل وتجديد في المنتخب. اما بالنسبه للرخيبين ما بداش المباراه النهارده وخد 20 دقيقه بس، 25 دقيقه في الاخر، بسبب طبعا هو جاي من اصابه، فالعامل البدني كان هيبقى مؤثر عليه شويه، فكنا نتمنى ان هو يبدا حتى المباريات القادمه بشكل افضل ان شاء الله باذن الله. شكرا كابتن. شكرا. إذا مشاهدينا الكرام، هذا لقاءنا مع السيد هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب السوري. نتمنى لهم التوفيق في مشوارهم القادم من خلال المجموعة الثانية. إذا هذا كل اللي عندنا في أرضية استاد جاسم بن حمد بعد مباراة المنتخب السوري والمنتخب الأوزبكي. نرجع بالكلمة الصورة إلى المجلس عند خالد جاسم. خالد تفضل.